بالوزاره مثلا؟ اجيب لك مثال. منزعجين جدا، وكررتها بحماس الدكتوره جماعه المشاريع. ليش نقلتيهم وما يمارسون اختصاص؟ لاحظ اكو ملف يسموه ملف المقاصه، اللي هو ملف اللي اجيت لقيتان، طبعا وقفته راسا وسويت ضوابط ومعايير شفافه لعمليات مد ودفن الكيبل الضوئي. كانوا سابقا شو يسوون؟ ينطوا لنفس الشركه اللي هي تجهز الانترنت اغلبهم، او لمقاولين معينين. طبعا منو اصحاب الشركات؟ الموظفين اللي نقلتهم. هو موظف في قسم المشاريع، بس هو عنده شركة مقاولات ويحل. ليش النقل؟ ليش تحلي نزاهة؟ يحل لنفسه. عندي اثبات عليهم؟ طبعا أنا بشكل لجان تحقيقية، بس أنا ما أنتظر نتائج اللجان والنزاهة اللي تاخذ أشهر والفساد مستمر. شكيت الموضوع، استخدمت صلاحيتك. الوقاية خير من العلاج. أنا لو مجرد شك أغيره، أنا ما سويت له شيء بس نقلته. شوف أستاذ، أنطيك فد شيء يستغرب لقد كل الشعب العراقي يسمع. شلون الفساد كان يصير مثلا في هذا الملف اللي منزعجين من نقلهم. يجيبون لفه ضخمه جدا مال كيبل ضوئي يخلوها بالمنهول. واحنا شلون هم من ينمد؟ طبعا المتر بفلوس. لقيت المتر، اجور المتر ب10,000، في الحين المتر يكلف 4000. هذه الفوقانيات المن متقاسمينها معروفين لفلان. يعني خلينا نقول التقدير 4000 يصير الوزاره تعطي 10,000 لو شنو؟ اي طبعا الوزاره تعطي يعني رافعه السعر. مو هي رافعته، تدفع للشركه 4000، بس الشركه تاخذ الرقم الحقيقي المقاول اللي يحفر اللي هو ال 4000. فوقانيات المن فد 1000 لفلان و2000 لفلان. هذا حكي خطير معلومه. نعم بلي خطير جدا خطير. جدا خطير. خلي اقول لك بعد استاذ، بعد اكثر من هذا. هذه قد تتوقعها ال1000 وال2000 الفوقانيات، هاي تجيب مليارات.